السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونستغفر ربنا وما ننساش ندعي لإخواننا في غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم على أعدائهم يا رب، اللهم آمين. وندعي لإخواننا في كل مكان يا رب، المستضعفين في إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض. بصوا حبايبي بقى، النهاردة أنا هنعمل حاجة جميلة جدا جدا إن شاء الله تعجب أولادنا. لو مثلا اولادك بقى بيحبوا البرجر، ومثلا ما عندكيش لحمه ان انت تعملي بيها برجر، فهنعمل ايه؟ هنعمل البديل بتاعها بالفراخ. الفراخ يا جماعه ينفع نعمل بيها اي حاجه، مش شرط بانيه بس، او نطلع منه مثلا حاجه او اتنين. البانيه بنطلع منه يعني وصفات كتير جدا. المهم ان احنا ايه، نحاول نرضي الاطفال ونعمل لهم الحاجة ياكلوها ويبقوا مبسوطين بيها. انا هنا هقول لكم ان معايا، بصوا، حوالي 100 جرام دهن بتاع اللحم البقري عادي خالص، او اي لحمة يعني. المهم ان هو اقصد دهن. معايا حوالي، انا مثلا هشتغل في نص كيلو بانيه او في كيلو بانيه. انا بطلع اوردرات، فبطلع اكتر حاجه في المصنعات البرجر بصراحه. واكتر حاجه برجر الفراخ، مش اللحم. المهم انا زي ما الفيديو كان شارح نفسه هعيده لكم تاني ان شاء الله، هوريه لكم واحنا بنتكلم مع بعض، هقول لكم المقادير تاني بكل يعني تفصيل. معايا هنا حوالي، هبدأ الفيديو ده تصوير بس حوالي نص كيلو بانيه، لكن لما بشتغل في كميات عادي، بحاول اعمل كذا كذا مرة يعني. نص كيلو بانيه. ومعايا حوالي 75 جرام من الدهن، اللي هو بيتفرم، بيبقى عامل زي الرملة كده. بحط معاه بصلاية واحدة بس، ما بكترش، وممكن ما احطش بصل خالص. انا بعمل بصلاية واحدة بس ومصفهاش، بحطها عادي بحالها. وبحط كمان معايا ايه. اول حاجه خدوا بقى الطريقه بالتفصيل وامشوا بيها زي ما انا عاملاها بالظبط. اول حاجه بفرم حته الدهنه لوحدها، ولو هي صغيره مثلا مش هعمل كميه كبيره، عشان تعرف تلف في الكبه بتاعتي هجيب معاها التوابل والبقسماط. وبعد ما اضربهم مع بعض كويس جدا، اقوم بقى مفضياهم وضربه بعد كده ايه، البصلايه. بعد ما افرم البصلايه بتاعتي احط عليها البانيه بتاعي او الفراخ بتاعتي المخليه، كده بالترتيب. بعد كده بجمع الوصفه بتاعتي، بتطلع ما شاء الله اللهم بارك. يبقى اول حاجه انا بجمع كل حاجه لوحدها، هقول لكم بالتفصيل يعني، بس خليني دلوقتي ماشي معاكم واحده واحده. دي معلقه طحينه، معلقه كبيره طحينه، ومعلقه او اتنين كاتشب. الإضافة دي بتخلي يعني بتخلي البرجر في حتة تانية، بتخليه طعمه تحفة. حطيت الأول طحينة، وبعد كده بحط ايه، كاتشب. التوابل بتاعتي عبارة عن ايه، معايا فلفل، ومعايا بابريكا، ومعايا حبة مطحون، وكزبرة مطحونة، وبصل بودر وتوم بودر لو فيه، بس ما بكترش التوم يعني. البصل ممكن احط معلقة، التوم رشة صغيرة خالص. قرفة حاجة بسيطة. ايه تاني، الفلفل زي ما قلت لكم، والجنزبيل. كده دي البهارات بتاعت البرجر. وبحط الملح بتاعي طبعا، بظبط الملح. ودي كمان ايه، معلقه زيت. دي معلقه زيت، انا هعيد لكم تاني ان شاء الله الخطوات دي، بس بشرح بسرعه عشان لما اجي بقى عندها اقول لكم تاني. دي معلقه زيت. البرجر بيتحط له معلقه زيت، سبحان الله، عشان يلم معاكي كويس بعد ما تعمليه كده. في اشهر المطاعم الطريقه دي انا واخداها من حد بيعملوها، لازم يحطوا معلقه زيت. وعلى فكره برضو هي اختياري، ينفع تحطي او وما ينفع، ولو ما عندكيش، قصدي مش شرط. ولو مش عايزه تحطي يعني الزيت مش شرط. بحط كمان معلقه صغيره بيكنج باودر او بيكنج صودا، يعني حوالي نص معلقه كده، او معلقه صغيره، معلقه صغيره خالص يعني، خليها نص معلقه عشان ما تكتريش. ودي طبق فيه ايه، حوالي نص معلقه زيت او معلقه زيت. الطبق ده هعمل ايه عشان اشكل؟ هجيب المكبس بتاع البرجر لو متاح او موجود عندي، وبعد كده هفتح اكياس من اكياس التلاجة، وهمسحها بمسحة زيت، وبعد كده هحط
اخد بالمعلقه كده حوالي كرة صغيره كده من عجينه البرجر دي، وبعد كده بحطها واقفل الكيس تاني واكبسها بالبرجر. معلش سامحوني الخطوات ما جبتهاش كلها بايدي عشان انا ما كنتش لابسه جلافز، وما بحبش اشتغل من غير ما اكون يعني لابسه جلافز، لاني انا منقبه وبلبس اصلا جوانتي وانا خارجه، فما ينفعش اطلع بايدي يعني. فما كنتش فاضيه بصراحه ان انا البس لبس للتصوير. انا كنت شغاله عادي، بس زي ما انتم شايفين باجي ساعه التشكيل ممكن ان انا البس جلافز لو هو حتى البلاستيك العادي الابيض اللي زي الاكياس النايلون ده. لكن لما اكون بصور لازم البس جلافز يداري ايدي طبعا. بعد لكم بقى الخطوات تانية اهيت بالتفصيل. بصوا دي حتة الدهنة هضربها الأول في الكب. بعد كده هحط بقى البقسماط والتوابل بتاعتي. معايا هنا حوالي لكل كيلو 8 معالق بقسماط، واربع معالق نشا لكل نص. 4 معالق بقسماط واتنين نشا كده يعني. بتحطوها بقى مع التوابل اللي انا قلتلكوا عليها، بتقلبوها كويس جدا، وبعد كده بفرم الدهنة ومعاها التوابل والبقسماط، عشان خاطر الدهنة تلاقي حاجة زي رملة كده مرملة كده، تخليها تنضرب معاها كويس جدا، لان الدهنة شوية صغيرة. لو دهن كتير فهيلف في الكبة مش هيبقى عادي، مش محتاج ان انا احط معاها حاجة بصراحة. بكون بشتغل كمية كبيرة ما بحطش. فانا واخداها بالترتيب. انتوا في البيت طبعا هتعملوا كده، يا نص كيلو يا كيلو. فهتعملوا تحطوا حته الدهنه الاول، وبعد كده تحطوا معاها البقسماط عشان خاطر يخليها تلف كده، والتوابل والحاجات تعمل لها ماده ربط يعني. بعد كده باخد البصلايه افرمها، بصلايه واحده بس افرمها. باخد البصلايه افرمها بس. وبعد ما افرم البصلايه بحط معايا مع البصلايه بعد ما افرمها بحط معاها الفراخ بتاعتي افرمها معاها. اما يعني بص، بعد ما بحط الدهنه والتوابل والبقسماط بشيلهم، بعد كده بحط البصلايه ومعاها الفراخ بتاعتي افرمهم مع بعض. خدوا بالكم ان انتوا ممكن تفرموا الفراخ لوحدها وتفرموا البصلايه لوحدها، بس زي ما قلت لكم عشان الكميه صغيره والكبه كبيره. لكن لو كبه صغيره عادي مش هيفرق. هتاخد معاكم الكميه اللي انتوا هتحطوها. فعشان الكبه كبيره فبحط معاها حاجتين مع بعض عشان اعرف امشيهم. معلقه طحينه ومعلقتين كاتشب، او معلقه كاتشب ومعلقه طحينه عادي جدا. وبعد كده معلقه زيت، اختياري يا جماعه، دول اختياري بس بصراحه. الطحينه والكاتشب بيخلوا البرجر في حته تانية، بيخلوا طعمه زي جاهز بالظبط، وبيخلي طعم البرجر الفراخ ما يختلفش عن برجر اللحمه. احنا بنديله الطعم اللي هو يخليه يبقى مقرب له. فاعملوه بالطريقه ديت وان شاء الله يعجبكم. صلوا على النبي بقى، وما تنسوش تستغفروا ربنا، وادعوا لي دعوه حلوه في ظهر الغيب، واعملوا لي بقى لايك، حطوا لايك. واللي مش عامل متابعه يا ريت تعمل لي متابعه، وهنزل لكم اللينك ان شاء الله بتاع القناه على اليوتيوب. اللي اشتركوا بقى في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفات الفيديوهات بتاعتي. وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايك، وعلقوا بقى تعليق حلو، وشيروا الفيديوهات كتير مع صاحباتكم على الفيس بقى والانستجرام وكده يعني، والماسنجر يعني. صيطوني كده عشان خاطر الفيديو يرفع، وكمان عشان القناة تكبر. انا بحبكم في الله. بصوا بقى العجينه بتاعتي بقت زي الفل ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه جدا. وبعد كده بقى هشكلها زي ما انتم شايفين بالمكبس بتاع البرجر. لو هو عندي ما عنديش المكبس سهل جدا، هجيب غطا بطرمان، او على ايدي بكيس وخلاص. امسح الكيس كده مسحه خفيفه من الزيت، وبعد كده احط كرة كده من العجينة، واحطها في قلب الكيس، وبعد كده ادورها واضغط بيها، اعمل الشكل المدور، فهتطلع مظبوطة جدا. بس اللي عنده المكبس يشتغل عادي بيه، سهل يعني، بيطلع حتى البرجر كله مقاس واحد وشكل بعضه، لان ده بيطلع مثلا سواء في البيت بقى او بره. بس هو ده مثلا طالع شغل اوردرات، فلازم يطلع الحاجة شكلها حلو وتطلع كلها قد بعض. حط لايك بقى، ما تنسيش اللايك، شيري الفيديو، شاركيه مع اصدقائك على الفيس، وما تنسوش تصلوا على النبي وتستغفروا ربنا وتدعوا ربنا وعلقوا بتعليق حلو.
بحبكم في الله. ده شكل البرجر بتاعي ما شاء الله بعد ما خلص، حاجه كده روعه. بعد كده بحطه بقى في اطباق فيل، سواء هعمله في الفريزر او هغلفه وهطلعه اوردرات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوا الطريقه والله ان شاء الله هتعجبكم وهتعجب اولادكم جدا جدا، وكل اللي هياكل منها هيدعي لكم. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه في رعايه الله.